لو عاوز تعرف ازاي تعمل خطة للسنة الجديدة وازاي كمان تستعد ل 2025 فالفيديو ده ليه. يا هلا بالعودة، ازيكم عاملين ايه؟ سنة جديدة يعني فرصة جديدة تحسن بيها اسلوب حياتك وتحقق احلامك، ولعلها باذن الله تكون سنة تحقيق الاحلام. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل خطة للسنة، عشان كده هساعدكم تعرفوا تعملوا الخطة بتاعتكم. بس اول حاجة هديكم شوية اسئلة وانتم هتجاوبوا عليها، واجوبتها هتساعدكم انكم تحددوا اهدافكم. اول سؤال، هي ايه الاهداف او الانجازات اللي حققتها في 2024؟ جاوب على السؤال ده حتى لو ما كنتش عامل خطة لسنة 2024، فعادي اكيد حققت ولو انجاز صغير واحد على الاقل. وما تستقلش بانجازاتك الصغيره، ممكن تكون احلام لغيرك. ممكن تكون ملتزم بصلاه الفجر طول 2024، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. او انك كنت بتعلي مستواك الدراسي وجبت درجات عاليه في 2024، وده هيساعدك انك تقدر تضيف لنفسك عادات اكبر في 2025 وتقدر كمان تلتزم بيها. وكمان سجل اي تطور حصل معاك في 2024. تاني سؤال، ايه الاخطاء اللي عملتها في 2024 والحاجات اللي ما تتمناش انها تتكرر تاني في 2025؟ لان معرفه الاخطاء اللي عملتها في السنه القديمه هتساعدك ما تغلطش نفس الاخطاء تاني في بداية السنة الجديدة. والاهم من ده كله اننا نتعلم من الاخطاء دي ونفهم ان احنا مش عشان غلطنا نبقى وحشين، وعادي جدا نكون بنجرب وبنخطئ لان الانسان مش مسلم من الخطأ. المهم الخطأ ده ما يتكررش تاني. انا عن نفسي عملت اخطاء كتير في 2024 ووقعت في حاجات كتير جدا، بس مع كل خطأ او فشل كنت بتعلم حاجة جديدة. واخطاء زي الخوف والتوتر من البدايات في اي حاجة في حياتي، وان كنت دايما بركز في رأي الناس فيا وفي اللي انا بعمله، وكمان كنت مستنية الدعم من الناس وبركز فيه اكتر من شغلي، وده علمني ما اكونش عاطفية في المواضيع العملية، وده علمني اكتر ان افكر بعقلي دايما مش بمشاعري، وان عاطفي دايما هي اللي تكون سايقاني. لا، علمني افكر بعقلي دايما. وكمان اتعلمت حاجات كتير عن العلاقات، لان انا كنت ميح تقريبا في العلاقات. كنت بدخل ناس كتير حياتي وكانوا بيأذوني، بس قدرت اخرجهم بصعوبة جدا واتعامل معاهم في النهاية. في ناس كتير ما كانتش بتحب لي الخير، ومن هنا اتعلمت ادافع عن نفسي واحميها. التعامل مع الاشخاص بالذات والعلاقات بيعلمك حاجات كتير جدا في حياتك ممكن ما تتعلمهاش من الكتب، لان زي ما في ناس طيبة في ناس طبعا وحشة او جواه مش نظيف، وفي ناس كتير هتحاول تحبطك وتحجمك وتحط لك حدود في بداية طريقك وتقولك ان انت ما تقدرش تعمل الحاجة دي. اوعى تصدقهم وامشي دايما في طريقك وسد ودانك عن اي حاجه. باختصار هيقابلك ناس كتير قوي محبطه، فحاول تقلل التواجد معاهم في اي مكان او تقطع علاقتك بيهم خالص عشان تقدر تعيش مرتاح ومبسوط ومحقق اهدافك. الاعتراف بالاخطاء دي مش حاجه بتخليني مكسوفه او محروقه، لان الاخطاء دي عباره عن دروس وحكم الحياه كانت بتديها على هيئه اشخاص ومواقف. وانت كمان يا صديقي ابدا اعترف بالاخطاء اللي انت عملتها في 2024 عشان تبدا بدايه جديده جميله في 2025. تالت سؤال، هو ايه الحاجات والاهداف اللي كان نفسك تحققها في 2024 وما حققتهاش وليه ما حققتهاش؟ هل السبب هو خوفك انك تبدا وخوفك من راي الناس فيك، او تكاسل واهمال منك؟ ويا ريت تكون صريح مع نفسك وما تحاولش تهرب من الاسباب الحقيقيه، وواجه الاسباب الحقيقيه عشان تعرف تبدا في الحاجه دي من جديد وتحققها باذن الله. ولو كان السبب هو فشلك في انك تحقق الحاجه دي، فمن الافضل انك تحاول تحققها باكتر من طريقه، وانك تشوف الاسباب اللي خلتك تفشل في الهدف ده وتحاول تغير الخطه والطريقه عشان النتيجه كمان تتغير. وما تستناش تعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه كل مره وتنتظر نتيجه مختلفه، طبعا هتحصل على نفس النتيجه. ولو الهدف ده لسه مهم جدا بالنسبه لك، ارجع حطه تاني في اهداف 2025 وحطه في الاولويه بتاعتك، وحط الحاجات اللي انت غلطت فيها وابدا من بعدها على طول، وان شاء الله المره دي هتقدر تحقق الهدف ده، وحاول اكتر من مره لحد ما الحاجه تظبط معاك. رابع سؤال، ايه الاهداف اللي لازم تحققها في 2025؟ ركز معايا، انا بقولك في السؤال لازم، يعني مش هينفع تاجلها لاي سنه تانية زي مثلا 2026. والاهداف دي بتكون من اهم الحاجات اللي هتفرق في حياتك بعد كده، زي انك تجيب تقدير عالي او مجموع عالي في سنه ثالثه ثانوي مثلا، او انك تبدا مشروعك الخاص عشان تكسب خبره بدري، او تاخد كورس معين عشان لما تتخرج تكون جاهز لسوق العمل، او انك تبداي تقراي في كتب عن الامومه وازاي تتعاملي مع تربيه الطفل عشان لما تبقي ام تعرفي تتعاملي مع طفلك كويس وتربيه احسن تربيه. ودي طبعا اهداف بتختلف حسب نمط حياه كل شخص فينا، ودي بقى لازم تكون في اول اهداف السنه واللي ليها الاولويه الاكبر في التحقيق والشغل عليها. وطبعا الاهداف دي ما ينفعش تتاجل ابدا. والسؤال الخامس، هو ايه العادات اللي عاوز تلتزم بيها وتبنيها في 2025؟ والعادات دي بتكون زي صلاة الفجر بانتظام، وحفظ القرآن الكريم، والمواظبة على قراءة الورد اليومي كل يوم، والقراءة وخاصة قراءة الكتب الدينية وقراءة كتب علم النفس، وتعلم مهارات جديدة أو عادات صحية زي نزول الجيم أو الأكل الصحي، أو إنكم تساعدوا أهلكم في شغل البيت وتعتمدوا على نفسكم شوية وتنظفوا مثلا غرفكم بنفسكم. من أفضل الكتب اللي أنا قرأتها وبنصحكم إن أنتوا تقرأوها قبل بداية 2025 هو كتاب العادات الذرية. الكاتب في الكتاب ده موضح لك الخطوات العملية اللي أنت هتستخدمها لو أنت عايز تبني عادة جديدة او عاوز تتخلص من عاده سيئه، مع نماذج وامثله وقصص على الحاجات اللي هو بيقولها وحاجات عمليه يعني هتساعدك جدا في حياتك بوجه عام. فانصحكم ان انتوا تجيبوا الكتاب ده لو مش هتشتروه الا هو، وانا كمان هقراه تاني باذن الله قبل بدايه 2025. سادس سؤال هيساعدنا في التخطيط لسنة 2025، هو ايه المهارات الأساسية اللي نفسك تتعلمها في 2025؟ والمهارات دي زي المونتاج والتصوير والتصميم وكتابة المحتوى أو البرمجة، أو أي هواية أنت بتحبها وعاوز تستثمر وتطور من نفسك فيها. والهوايات حاجة جميلة جدا لأنها بتخليك تستعيد نشاطك وبتصفي ذهنك دايما، وممكن كمان بعد كده تكون مصدر دخل ليك.
وبكده لو جاوبت على كل الاسئله اللي انا قلتها لك دي هيكون عندك معرفه تامه باهدافك ل 2025 وكمان بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها لك وهتساعدك في تحقيق اهدافك. نيجي بقى لاهم الحاجات اللي هتحطها قدامك قبل ما تعمل الخطه وتبدا تحط اهدافك. اول نصيحه: لا يزيد عدد اهداف السنه على 5 اهداف رئيسيه كبيره، وده طبعا عشان الاهداف تكون محدده وكمان تقدر تقسمها على شهور السنه. والخمس اهداف الرئيسيه الكبيره دي هتتقسم على عدد شهور السنه اللي هم 12 شهر، بحيث ان السنه تكون متقسمه معاك لاربع ارباع متساويه. اول ربع مثلا من السنه اللي هو اول 3 شهور من سنه 2025 تقدر تبدا في اول هدف رئيسي كبير تحققه خلال ال3 شهور دول، وهكذا لحد ما توصل لاخر شهر من شهور السنه هتكون محقق الخمس اهداف اللي انت حطيتهم لنفسك. والخمس اهداف الاساسيه اللي انتوا بتحطوها في 2025 لازم يكونوا افضل 5 اهداف اساسيه انتوا عاوزين تدخلوا بيهم 2026 باذن الله وتكونوا محققينهم. وطبعا الاهداف دي لو اتحققت هتعمل فرق كبير جدا في حياتكم باذن الله. تاني نصيحه مهمه هي انك لازم تنوع في الاهداف بتاعتك وانت بتحطها، يعني الخمس اهداف مش لازم يكونوا مثلا كلهم اهداف تعليميه، لازم مثلا يكون فيهم هدف ديني، هدف صحي، هدف مادي، هدف وظيفي، وهكذا. تالت حاجه وهي المرونه في التعامل مع الاهداف، لان مش كل حاجه هتكون مثاليه باستمرار، اكيد هتحصل ظروف خارجه عن ارادتك فهتضطر تبدل هدف معين مكان هدف تاني. عشان كده لازم يكون عندك مرونه كبيره جدا، لان المرونه هي اساس اداره الوقت. رابع حاجه: ما تدخلش اي صراعات، لان الصراعات بوجه عام ملهاش اي لازمه، ومعظم الناس بتتصارع مع بعضها في حاجات ما تخصهاش اصلا وحاجات تافهه، اللي ذاكر واللي فاشل واللي اتخطبت واللي انفصلوا واللي كمان سافر واللي اشترى BMW واللي بقى مليونير، حاجات مش هتفيدهم في حاجه لو فازوا فيها او حتى خسروا فيها، فدايما تلاقيهم بتناقشوا في حاجات تافهه، فابعد عن الناس دي. عشان كده ابعد عن الصراعات دايما ومالكش دعوه باي صراعات، عشان الصراعات دي بتضيع وقتك وطاقتك، والناس التافهه بس هي اللي بتقعد تتصارع مع بعضها. وخدها قاعده في حياتك: الناس التافهه بتشغل نفسها بالناس، اما الناس الناجحه دايما تلاقيها شاغله بالها بنفسها ونجاحاتها بس. خامس حاجه: حافظ على وقتك وحدد اولوياتك عشان تكون عارف وقتك رايح فين. عشان تحافظ على وقتك كويس لازم تتعلم تقول لا، وترفض اي حاجه تعطلك عن اهدافك او اي خروجه او اي مشروع ملوش لازمه بالنسبه لك. حتى المهام اللي انت بتاخدها في شغلك او في حياتك او في دراستك حاول تاخد الحاجه اللي تفيدك بس، ما تاخدش الحاجه اللي ملهاش لازمه. سادس واهم نصيحه: حافظ على نفسيتك دايما، لان نفسيتك اساس كل حاجه في حياتك، ولو نفسيتك مش متظبطه اهدافك هتتظلم معاك ومش هتعرف تحققها. ابعد بقى عن اي حاجه بتتعب نفسيتك، قاعده مش مريحاك، ناس وعلاقات مهلكه بالنسبه لك. الرسول صلى الله عليه وسلم دايما كان بيردد الدعاء ده: اللهم اني اعوذ بك من الغم والكسل. والغم اللي هو الحزن، وفعلا الغم والحزن حاجه بتخلي الانسان ما يقدرش يتحرك من مكانه اصلا، فدايما ردد اللهم اني اعوذ بك من الغم والكسل. اتمنى اكون فدتكم وتعلمتم ازاي تخططوا للسنه الجديده، وده كان شكل اللوحه في الاخر بعد ما انا خلصتها، وان شاء الله هعلقها على المكتب بتاعي. وقولوا لي رايكم في الكومنتات عن الفيديو وعن اللوحه، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.